فمشاهدينا راح نترك هذا الموضوع، راح نترك العسل، حنروح الى تقرير اخر في السليمانيه. طبعا هذا التقرير خلينا نقول مختلف وفريد من نوعه. اثنين متزوجين، زواجهم بطريقه مختلفه تاما عن الزواج التقليدي. طبعا اغلب الناس اللي يتزوجون زواج يعني مثلا خلينا نقول يعني اما زفه من بيت العروس الى بيت العريس، يا اما يكون بقاعه يا اما يكون بحديقه معينه. بس اليوم بهذا التقرير راح نشاهد تقرير مختلف عن الزواج، والحلو بهذا الموضوع انه بغايه معينه او بهدف معين من خلال التور خلينا نقول في السليمانيه او في شوارع السليمانيه. فخلينا نروح للسليمانيه ونشوف هذا التقرير. نحن اليوم عملنا مجموعة نشاطات بواسطة الدراجة الهوائية، منها نقل القطط التي ليست لها صاحب إلى أماكن مخصصة لها. كذلك قمنا بزراعة بعض الزهور والنباتات، وأيضا قمنا برفع كل ما هو مضر بالبيئة. هدفنا بيوم عرسنا هذا هو أن تصل رسالتنا رسالة السلام إلى كل العالم. دیارە ئێمە ئەمڕۆ کۆمەڵێک پەیامیان چالاکی جیاوازمان گەیاند بۆ پارێزگاریکردن لە ژینگە و سروشتی. نشاطنا هو للحفاظ على بيئة وجمال كردستان من خلال نشر ثقافة الزهور والعطف على الحيوان. كذلك أنا قمت بنقل عروستي بواسطة الدراجة الهوائية، وهذا من ضمن أهدافنا للمحافظة على نظافة البيئة الهوائية. نحن ندعو إلى الحد من استخدام السيارات لأنها تبعث غازات ضارة إلى الهواء، وكذلك هي مضرة بالصحة. نحاول قدر الإمكان أن نستخدم الدراجات الهوائية لأنها آمنة على البيئة. كذلك ندعو إلى توسيع الغطاء الأخضر للمدينة، فهو يمدنا بالأكسجين ويخفض درجات الحرارة العالية في الصيف. يعني اجتنا فكرة بالعمومية ليش نحتفل بالقاعة وبأي مكان، يعني مثل كل زفاف يزفون، يعني من غير هاي الشيء. كطبيعتنا كطبيعة كردستان وإحنا كل أعضاء هنا يعني بادرنا هالفكرة وقررنا نزفها العروسين اللي هسه انتم تشوفوه، وقررنا بشكل يعني غير طبيعي وبشكل. ما هي الفعاليات اللي راح تقومون بها اليوم؟ هسه هم عروسين زرعوا شجرتين، وبعد هاي خطوة ثانية هو توزيع الورود الطبيعية على الجميع، وهاي كرسالة المحبة والسلام وش اسمه. احنا نريد بهاي المبادرة نحافظ بعد على البيئة. والله الحقيقة أنا تفاجأت، قلت شنو هذا الموضوع، شنو بالشارع عروس وعريس يمشون. فالظاهر اكو فد حالة غريبة حدثت بمحافظة السليمانية بين العريس والعروس، يتجولون بالشوارع العامة، ونفس الوقت اللي شفناهم يغرسون فد اشياء ورود، اشياء حلوه طبيعيه. فسالنا واستفسرنا من الموضوع، فقالوا هاي سلام للطبيعه، فاحنا نتمنى السلام لكل العراق. حقيقه تفاجئنا اليوم فد موضوع مال عريس وعروس وعرس يتمشون بالشارع، وزعوا علينا الورود، فالشيء حاله غريبه جديده شفناها، بس كلش حلوه، وإن شاء الله تستمر وتكثر. فشي حلو، الرئيس وعريس يزرعون ورد، يزرعون بسمة على وجوه المواطنين، فشي كله جميل بكردستان، ونتمنى لهم الموفقية. وهاي الزهرة انطونا إياها إن شاء الله نحتفظ بيها، فالتذكار كلش حلو.